ازيكم عاملين ايه؟ انا فاطمة الزهراء. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة السمان المحشي. انا طبعا اشتريته جاهز من قرية السمان وعملته في البيت. هوريكم بقى الخطوات بالظبط ازاي هيطلع زي ما هما بيعملوه. طبعا جبته منهم، هما كانوا منضفينه كويس جدا وطبعا كانوا حاشينه. اشتريت منهم محشي فريك وفي كمان كان محشي رز. طريقته سهلة جدا بس ركزوا في الخطوات عشان خاطر يطلع زي بتاعهم بالظبط. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. يلا بينا. هنجيب حلة وهنحط فيها مية، هنملي كده ايه ربعها مية. وهجيب بصلاية متقشرة، وهجيب طماطماية وجزراية. طريقتها سهلة قوي شبه الفراخ كده بالظبط. وهحط رشة ملح ورشة فلفل أسمر ورشة حبهان، وممكن لو عندكم حبهان حب ممكن تحطوا 3 حبات، ورشة ورق لورا. انا طبعا كنت اشتريته قبل كده برضو من عندهم وعملته مشوي، وكنت قبل كده برضو جربت السمان الجاهز بتاعهم، طلع برضو طعمه تحفة. هحط لكم برضو الفيديو بتاعه في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه. هستنى بقى لحد ما المية تغلي. اول ما المية تغلي هحط على طول السمان. بعد بقى ما احط السمان بتاعي ههدي النار وهستنى بالظبط حوالي ربع ساعة بالكتير قوي قوي، وهلاقي السمان هيكون استوى. ما كترش عن ربع ساعة عشان خاطر لو كترت عن ربع ساعة هلاقي السمان فرقع مني. ما تنسوش كمان تعملوا فولو الاكونت بتاع الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. بس كده بعد ما ربع ساعة قامت عدت، طلعت بقى ايه السمان بتاعي. عايزة اقول لكم كمان ان الشوربة طلعت طعمها تحفة بتاعة السمان. بصوا بقى شكله بعد ما طلع ولا واحدة فرقعت مني عشان خاطر ظبطت الوقت بالظبط. يلا بقى بينا نحمره. هجيب بقى طاسة واحط فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، وايه بقى هحمره كده ايه من الناحيتين. عايزة اقول لكم كمان ان انتوا ممكن برضو تعملوه في الفرن، برضو بيطلع طعمه حلو قوي. مش بياخد وقت خالص يعني، طبعا عشان خاطر برضو كمان انا جبته جاهز فطبعا ما اخدش مني وقت خالص، وطلع طعمه فظيع. هم حاشينه بطريقة حلوة جدا وعاملين الفريك والرز كان طعمهم حلو قوي. هنا بعد ما انا حمرته طلع طعمه تحفة تحفة تحفة. وباي باي.